السلامة وين رايح؟ مع السلامة يا مسفاك. مع السلامة وين بدك؟ بقعد على دربك وردك. يلا انتقم منهم كل معايير الصحافة تسقط في اللحظة الأصعب، كأن ترى زميلتك عمة لشهيد. كل معايير الصورة والألوان تسقط عندما ترى أستاذاً لك في الجامعة أباً لشهيد. كل معايير الإنسانية بنصوصها البليغة تسقط حين ترى فتى مسجن على سريره لآخر مرة برفقة أحبائه المكلومين من الوريد إلى الوريد. وجعتني قلبي يا لايف. مش راح يرجع، مش راح يرجع. روح بشربت مي، والله ما عملت شيء، والله انقتل ظلم، والله وحياة الله انقتل ظلم. يا ليث. فإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. رصاصة واحدة قدت ظهره وأمعاءه وكبده ليكون من الصديقين. راودت الشاب عن حياته فتمكنت منه وأردته عصر أمس ليس ببعيد، أمس الذي حرق فيه رضيع وقهر فيه الجميع حتى ليث ابن 17 ربيع. ما عاش حياته، لسه ما عاش ولا عمره جبان. دايما يضحك، ويبتسم للواحد وبروح بوالده. خط حلمه بأن يكون اسماً في لائحة الشهداء في عليين، فقال الأب: يا بني، لا تقصص رؤياك على أحد فيكيد لك كيداً. فلما بلغ أشده انتفض لعلي الصغير كرم الله وجهه فنال جزاء المحسنين. بيت عزاء الشهيد في المخيم القريب لم يغلق بعد، وحروق في جسدي والدي الرضيع لم تحصى بعد، وعلي طفل رحل بالأمس محترقاً وخط على باب السماء بالرماد ماذا بعد؟ فلباه ليث مقهوراً، فهل لأصوات العويل والوعيد بالانتقام السياسي بعد؟ لتلفزيون القدس، كنان عيسى من مخيم الجلزون. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.